بتبدأ حلقتنا مع مارينا اللي بتكلم تيكي إنها معجبة جدا بأدريان ومش عارفة تعمل إيه عشان تعرفه إنها بتحبه. فتيكي بتقول لها ممكن تكلمي في التليفون. فمارينيت بتقول لها وإيليا أكيد معاها رقمه، وبتجيلها إيليا وبتديها رقمه عشان تكلمه، لكن البريد الصوتي هو اللي بيرد، وبتسجل بالغلط إنها معجبة بيه، وبتبقى مكسوفة وهتتجنن عايزة توصل لتليفون أدريان عشان تمسح الرسالة قبل ما يسمعها. وبتروح مارينيت لمكان التدريب بتاع أدريان وبتاخد التليفون بتاعه، وبنتنقل لمحافظ المدينة اللي عامل احتفالية للدعسوقة والقط الأسود، وبيكون معاه نحات عامل تمثال للبطلين، وبيكون بيحب الدعسوقة جدا ونفسه يشوفها، لكن القط الأسود هو اللي بيجي، والدعسوقة بتكون بتحاول تمسح الرسالة من على تليفون أدريان. وبيتكرم القط الأسود وبيحس إن النحات بيحب الدعسوقة، فبيقول له إن هو والدعسوقة بيحبوا بعض، فبيسيبه وبيمشي وهو غضبان جدا. فبيستغل هوكموس غضبه وبيبعت له الأكومة تسيطر عليه وبتحوله لكوبي كات، وبيروح يسرق صورة الموناليزا من المتحف عشان يشوه صورة القط الأسود. وبيشوف أدريان الأخبار وبيتعصب وبيروح عشان يوضح للشرطة إنه مش هو اللي سرق، لكنهم بيحبسوه في المتحف، لكنه بيشوف العصاية اللي كان بيستخدمها النحات، فبيعرف إن هو اللي سرق اللوحة وإن الأكومة مسيطرة عليه. والدعسوقة بتعرف من إيليا اللي حصل، فبتقول إن القط الأسود مستحيل يكون هو اللي سرق، وبتتحول للدعسوقة عشان تفهم اللي بيحصل، وبتروح تكلم الشرطي وبتقول له إن القط الأسود مستحيل يعمل كده. وبنروح للقط الأسود اللي بيكسر الحاجز وبيطلع يضرب الحراس وبيهرب عشان يقبض على النحات، وبيكلم الدعسوقة وبيعرفها إن النحات هو اللي عمل كده وإنه رايح له، وبيوصل بيته فعلا وبيلاقيه سايب له رسالة، وأول ما بيمسكها بيلاقيه قايد إيديه الاتنين في الحديد، وبيظهر الكوبي كات وبياخد من القط الأسود العصاية، وبيكلم الدعسوقة وبيقول لها تعالي بسرعة على بيت النحات، وبيحاول ياخد الخاتم من القط الأسود، لكن الدعسوقة بتوصل وبتوقفه وبترمي تعويذة الحظ وبتديها معلقة، والدعسوقة بتستغل الكوبي كات وبتخليه يدمر الحديد اللي كان بيعيد بيه القط الأسود. وبيحصل أكشن بقى بين القط الأسود والكوبي كات والدعسوقة، وبتشوف الخطة وبتربط اليويو في العصاية والمعلقة وبترميها وبتعلق فيها الكوبي كات، وبتاخد منه الصورة اللي فيها الأكومة وبتقطعها وبتطلع الأكومة، وبتقدر تاخدها وبتزيل منها الشر، وبترجع الصورة في المتحف تاني وبيرجع النحات لطبيعته. وقبل ما بيقع على الأرض القط الأسود بيمسكه وبيسيبهم وبيمشي، والدعسوقة بتهدي النحات وبتمضيله على الصورة، وبيرجع أدريان عشان يدور على تليفونه وهو برضه مش لاقيه، ومارينيت بتقدر هي وإيليا إنهم يمسحوا الرسالة الصوتية. وتاني يوم في المدرسة أدريان بيقول لنينو إنه مش لاقي تليفونه، فمارينيت بتحطهوله في شنطته من غير ما ياخد باله، فبتقع برضه شنطته وبيشوف تليفونه وبيفرح جدا. ونينو بيقول له بالمناسبة دي بقى إيه رأيك نروح السينما؟ فإيليا بتقول لهم إيه رأيكم يا شباب كلنا نروح مع بعض؟ فمارينيت بتطير من الفرح. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوناش في اللايك والشير. سلام.